مع نهاية الأسبوع الأول في الدوري الممتاز الزمالك يتعادل مع بيراميدز بهدفين مقابل هدفين. الزمالك بدأ بتشكيل غريب جدا، كل الناس انتقدت أوسوريو في التشكيل الجديد، لأن في بداية التشكيل أوسوريو غير 9 لاعبين مرة واحدة. المشكلة الكبيرة إن كلنا اللي انتقدنا فيها أوسوريو إن أنت كأوسوريو ما عندكش أساسا فريق أساسي أنت تقدر تستقر عليه، فما بالك بقى إن أنت تبدأ تلعب بكم البدلاء دي كلها. يعني ماتش أرتا سولار اللي انتهى بهدفين مقابل لا شيء لأرتا سولار في تنزانيا، انت بدأت التشكيل الأساسي واتعمل عليك جيم إلى حد ما كويس من فريق مغمور جدا، ولكن لما تيجي تلعب قدام بيراميدز فالمفروض ان انت عارف امكانيات الفريق اللي قدامك، فريق مدعم صفوفه بطريقة احترافية، بطريقه ان هو عاوز اللعيبه اللي جابها دي، فهو عامل عليهم يعني بدأ يشوف ايه احتياجات الفريق وجاب اللي هو عاوزه. فطبيعي انت لما تيجي تلاعب فريق مفنش اساسا ترتيب تاني في الموسم اللي فات وعامل تدعيمات كبيره جدا زي بيراميدز ومعاهم مدير فني، وبالبلدي كده هو فريق منظم وعامل احتياطاته كمان، ان هو ما عندوش اي مشاكل وما عندوش اي ضغوطات، فنازل هو كده كده انا كسبت مفيش مشكله، خسرت مفيش مشكله. ولكن انت كزمالك لما تيجي تبدا فانت لازم تبدا على قد اللي موجود عندك، على قد اللي موجود عندك، لان انت ما دعمتش، عندك ايقافات، عندك لعيبه اساسا انت اتدبست فيها، عندك مشاكل كتير فنيه في الفريق، فلازم انت تلعب على الامكانيات اللي موجوده عندك. فما تجيش قدام بيراميدز مع مباراه افتتاح الدوري ان انت عاوز تخش الدوري راكب الفرق كلها تكسب على الاقل عشان خاطر تبين شخصيه نادي الزمالك. ولكن في الشوط الاول شفنا تشكيل سيء جدا من اوسوريو. تدارك الامر في الشوط الثاني لما عمل 4 تغييرات جمله واحده. بيراميدز نهى الشوط الاول بهدف مقابل لا شيء، وحرفيا الزمالك فلت من هزيمه في الشوط الاول. تعال نيجي نتكلم في الشوط الثاني اللي بدا فيه تغييرات اوسوريو تبان على شكل الزمالك وادراك هدف التعادل بعد عرضيه من شلبي، وترجع لدونجا يحرز بها هدف التعادل اللي خلاص الزمالك بدا نسبيا في اول نص ساعه في الشوط الثاني يبدا يركب المباراه فنيا. بعديها ب3 4 دقايق بالظبط عرضيه اخرى من شلبي لابراهيم نضاي، اللي عاوز اقول لكم ان عرضيات شلبي وحمزه المسلوسي اتكررت 3 مرات الى ان جت الرابعه هدف مع ابراهيم نضاي. ولكن تركيز ابراهيم نضاي لما نزل مع العرضيات اللي اتلعبت له اذا كان من الفاول او من الركنيه ما كانش مركز الى ان استوعب ان هو لازم الفينش اللي موجود في العرضيات اللي بتتلعب دي يكون هو النهاية عنده. وبالفعل الهدف الثاني تم احرازه علشان خاطر الزمالك يتقدم 2-1 في اسوأ مباراة ليه. تعالوا نتكلم شوية عن حالة الطرد وهدف التعادل لرمضان صبحي اللي حط الزمالك في مأزق، لان التعادل وبعديها جه الطرد فانت الفريق كله اتضغط، حتى التغييره اللي انت عملتها بشيكابالا فالمفروض ان انت كنت تستنى شويه. انت مش عارف ان مثلا هيحصل طرد او لا، ولكن انت المفروض ان انت كنت لازم تنتظر الى حد ما تلت ساعه كمان علشان خاطر تقدر تعمل التغيير ال5 على شكل الفريق، لان انت لما اتعملت التغيير ال5 انت اتضغطت خلاص، انت ما عندكش اي امكانيات تاني، ما عندكش اي مشكله تاني او ما عندكش اي تغييرات تاني تقدر تعملها في اللقاء، فخلاص انت هتكمل. جه حاله الطرد والزمالك بدا يلعب بلاعب ناقص بعد طرد محمود علاء. انتهت المباراه وحصلت خناقه كبيره ما بين اوسوريو ومساعد باتشيكو. اللي حصل كله ان مساعد باتشيكو شتم الزمالك، فاوسوريو فهم اللغه فاتكلم مع الفريق، حصل مشاده ما بينهم، جه مدرب الاحمال بتاع نادي الزمالك دافع على اسم نادي الزمالك، فالحكم في اخر المباراه عطى طرد لمساعد باتشيكو وعطى طرد لمدرب احمال نادي الزمالك. نتمنى ان اوسوريو يتدارك بالخطا اللي عمله، لان انت عندك مباراه يوم الاثنين القادم ان شاء الله باذن الرحمن مع نادي المقاولين قبل مباراه ارتا سولار، فلازم لازم لازم تقدر تكسب مباراه المقاولين وتنزل من البدايه بالتشكيل الاساسي، ما تنتظرش العك اللي بيحصل في الفنيات. سلام.